الأهلي يعود من تاني للثلاثيات ويضرب نادي البنك الأهلي بثلاث أهداف مقابل لا شيء، ويصل للنقطة 68 منفردا ووحيدا في مقدمة جدول الدوري. سريعا هكلمك عن التشكيلة اللي نزل بيها مارسيل كولر والتغييرات اللي عملها والأهداف اللي اتسجلت في المباراة، وأعرفك ترتيب جدول الدوري الممتاز لحد دلوقتي، وأقول لك إيه حكاية الأجهزة اللي جايبها مارسيل كولر معاه من بره ولكن لسه محجوز عليها في المطار، وأعرفك كأس السوبر الأفريقي هيتلعب إمتى وفين وقدام مين، وكمان هعرفك ميعاد كاس العالم للانديه موسم 2023 ومين هي البلد المستضيفه ومين الفرق المشاركه، واخر حاجه هعرفها لك هل حارس مرمى غزل المحله احمد ميهوب كان مفوت الماتش للزمالك ولا لا. كل ده واكتر عزيزي الاهلاوي هتعرفه في حلقه النهارده، فلو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واهلا بيكم في حلقه جديده. ده برنامج نسر الاهلي وانا ابو مفيد. عزيزي الاهلاوي الجميل، الاهلي بيعود للثلاثيات لمره اخرى ويضرب نادي البنك الاهلي بثلاث اهداف مقابل لا شيء، ويرفع رصيده للنقطه 68 منفردا ووحيدا في مقدمه جدول الدوري. بصراحه لاول مره من فتره طويله قوي الاهلي بيكون فايق في مرحله الحسم في الدوري المصري، يعني كل موسم الاهلي بيشارك في نفس البطولات، ولكن المواسم اللي قبل كده الاهلي كان بيرجع من افريقيا مفيش لعيبه ومفيش كوره وما بيقدرش ينافس على الدوري، لكن بصراحه الموسم ده الاهلي راجع من افريقيا فايق في الدوري الممتاز. زي ما قلت لك الاهلي لحد دلوقتي ما خسرش ولا مباراه في الدوري الممتاز، اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، وقدر يحافظ على نظافه شباكه 8 مباريات على التوالي. وامبارح كسب البنك الاهلي 3 اهداف مقابل لا شيء. البنك الاهلي اللي بيعمل نتائج هايله جدا الفتره اللي فاتت، وفي اخر 11 مباراه ليه ما خسرش ولا مباراه، ولكن الاهلي بيضم البنك الاهلي ضمن ضحايا الثلاثات في هذا الموسم، وبيوصل الاهلي الموسم ده ب 14 فوز بنتيجه الثلاث اهداف في مختلف البطولات، و8 فوز بنتيجه الثلاث اهداف في الدوري المصري الممتاز. الاتحاد السكندري وبيراميدز والزمالك واسوان وحرس الحدود وفاركو والبنك الاهلي وغزل المحله. مارسيل كولر نزل بخطه 4-3-3 اللي بتتقلب ل 4-1-4-1 وبيسيبوا مروان عطيه لوحده يسد نص الملعب. الشناوي في حراسه المرمى، عبد المنعم وياسر ابراهيم قلب دفاع، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال علي معلول، نص الملعب مروان عطيه واليو ديانج ومحمد مجدي قفشه، ناحيه اليمين بيرسي تاو، ناحيه الشمال عبد القادر، وراس حربه محمد شريف. الهدف الاول بيسجله علي معلول في الدقيقه 18 من ركله حره مباشره على حدود منطقه ال 18. بصراحه اتنفذت بشكل ممتاز جدا، راحت في الثمانيات اللي صعب على اي حارس ان هو يصدها. هدف بقالنا كتير قوي ما شفناهوش من بعد ابو تريكه ووليد سليمان، بقالنا مواسم كتير قوي ما عندناش لعيبه بتسجل اهداف من ضربات حره مباشره. في الدقيقه 30 علي معلول معاه الكره من ناحيه الشمال بيلمح احمد عبد القادر قبل دايره ال 18 لوحده. ما تفتكرش ان الحركه دي حصلت بالصدفه ان احمد عبد القادر يكون لوحده في نص الملعب، لا خالص. القصه كلها ان محمد شريف راح ناحيه اليمين مكان بيرسي تاو، بيرسي تاو موجود في نص الملعب وجري دخل ال 18 سحب معاه كل المدافعين، في الوقت اللي محمد مجدي قفشه كان موجود ناحيه الشمال وعبد القادر موجود مكانه في نص الملعب. معلول بيلمح عبد القادر في نص الملعب لوحده اللي بيلعب له الكوره، وعبد القادر بصراحه استلمها بطريقه حلوه جدا وشاطها بطريقه احلى تخبط في العارضه وتخش في الجون، ويكون ده الهدف الثاني للنادي الاهلي بيسجله احمد عبد القادر باسيست من علي معلول في الدقيقه 30. في الدقيقه 67 بيطلع محمد مجدي قفشه وبينزل القندوسي، وبيطلع احمد عبد القادر وبينزل محمود عبد المنعم كهربا، وبالطريقه دي بيكون كهربا هو راس حربه وبينقل محمد شريف يكون جناح شمال. في الدقيقه 79 بيطلع بيرسي تاو وبينزل مكانه كريستو، وفي الدقيقه 88 بيطلع مروان عطيه وبينزل مكانه محمد فخري، وبيطلع محمد شريف وبينزل مكانه كابتن سطلانه. الدقيقه 93 القندوسي بيروح بكره من ناحيه الشمال بتتقطع منه ولكنه بيعافر وبيجيبها تاني، بيلعب الكره بالعرض الكهرباء اللي استلم الكره غلط وهربت منه ولكنه راح يجيبها بعد كده شاط الكره غلط ولكن في الاخر دخلت جون، وبيكون ده الهدف الثالث للنادي الاهلي بيسجله محمود عبد المنعم كهربا باسيست من القندوسي في الدقيقه 93. وبتنتهي المباراه بفوز النادي الاهلي على نادي البنك الاهلي ب3 اهداف مقابل لا شيء، ويرفع الاهلي رصيده للنقطه 68 في مقدمه
جدول الدوري، ويظل نادي البنك الاهلي في المركز ال11 ب 35 نقطه. عايز اتكلم على هدف علي معلول، الهدف اللي اتسجل من ركله حره مباشره. بصراحه بقالي فتره كبيره قوي في الدوري المصري كله ما شفتش هدف بيتسجل من ركله حره مباشره بالحلاوه دي. حرفيا علي معلول ودى الكره في حته مفيش اي حارس مرمى يعرف يصدها. وطبعا مشاهده جاباسكي الهدف ادت الهدف طعم ولون وودته في حته ثانيه خالص. كمان عجبني النهارده احمد عبد القادر لما لعب ايجابي على الجون قدر يسجل وكان حلو قوي. وعايز اقول لك ان هو لو لعب مع زمايله اكتر من كده هيبقى شكله احلى واحلى بكتير. اما عن هدف محمود عبد المنعم كهربا فدي اكتر حاجه تبين لك ان الواد ده سالك وجواه نضيف قوي. ما عملش اي حاجه صح، ولا استلم الكره صح ولا شاط الكره صح، بس سبحان الله الكره بتخش جون. اما عن محمد شريف فانا عايز اقول لك كفايه كده بالله عليك، ولا اقول لك خليك عشان في قريب ماتش قدام الزمالك وانت بتفوق في ماتشات الزمالك بس بجد بجد كفايه. يعني لما كولر يحطك في التشكيله قول له لا يا كوتش بعد اذنك انا مش عايز العب النهارده ومش قادر، عشان فعلا بتجيلك فرص لو جنين في بطن امه هيحطها جون. بالله عليك كفايه بالله يا اخي. ترتيب جدول الدوري الممتاز لحد دلوقتي: الاهلي في المركز الاول ب 68 نقطه من 26 مباراه، الاسيوطي في المركز الثاني ب 67 نقطه من 31 مباراه، فيوتشر في المركز الثالث ب 57 نقطه من 31 مباراه، والزمالك في المركز الرابع ب 56 نقطة من 31 مباراة. لما تيجي تبص على المنافسة المشتعلة في قاع الدوري الممتاز هتلاقي حرس الحدود في المركز ال 18 ب 20 نقطة من 31 مباراة وده خلاص هبط رسميا. الداخلية في المركز ال 17 ب 29 نقطة من 31 مباراة. غزل المحلة في المركز ال 16 ب 32 نقطة من 32 مباراة. طلائع الجيش في المركز ال 15 ب 32 نقطة من 31 مباراة. أسوان في المركز ال 14 ب 33 نقطة من 32 مباراة. شكلنا كده ملناش نصيب نشوف ديربي المحلة الموسم ده. أنا بقى أكلمك عن حوار الأجهزة اللي مارسيل كولر اتكلم عليها في المؤتمر الصحفي. الصحفي بيسأل مارسيل كولر بيقول له هدف علي معلول ده الهدف الأول للنادي الأهلي من ضربة ثابتة منذ فترة طويلة جدا. كولر قال له أنا متهيألي أنت بتلف اللفة الطويلة دي كلها عشان تسأل على الأجهزة بتاعتنا اللي لسه لحد دلوقتي محجوزة في المطار. الحوار كله يا عزيزي الأهلاوي إن مارسيل كولر جايب معاه اجهزه من بره هتساعده في التدريبات وتطوير اداء اللعيبه، ولكن للاسف الاجهزه كلها محجوز عليها في المطار ولسه ما طلعتش لحد دلوقتي. انا بصراحه مستغرب جدا ازاي المسؤولين ووزاره الشباب والرياضه واداره النادي الاهلي ساكتين على الموضوع ده. الراجل جايب اجهزه هتساعده في التدريبات وهتطور من اداء اللعيبه وهتعلي من شأن الكره المصريه. طبعا هتقول لي ازاي هتعلي من شأن الكره المصريه وهو جايبها للنادي الاهلي بس؟ اقول لك ما احنا زي ما احنا متعودين ان اي حاجه النادي الاهلي بيعملها او النادي الاهلي بيجيبها في بعض الفرق في مصر بتقلده وبتعمل زيه، فبالتالي الاجهزه دي لو وصلت للنادي الاهلي وباقي الفرق شافتها وجابوا زيها فهيكون في تطور في الكوره واداء اللعيبه في مصر. فبتمنى من المسؤولين ووزاره الشباب والرياضه ان هم يتحركوا في اسرع وقت ويخرجوا الاجهزه دي ويسلموها للنادي الاهلي. تعالى بقى اعرفك كاس السوبر الافريقي هيتلعب امتى وفين ومين المنافس بتاع النادي الاهلي. السوبر الافريقي النادي الاهلي فاز بيه 11 مره قبل كده. كاس السوبر الافريقي الموسم ده هيكون بين النادي الاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا ونادي اتحاد العاصمه الجزائري بطل الكونفدراليه الافريقيه. والمفروض ان مباراه السوبر الافريقي تتلعب هنا في مصر على استاد القاهره لان الاهلي هو بطل دوري ابطال افريقيا وده اللي بتنص عليه لوائح الكاف، لكن في اخر 5 نسخ من كاس السوبر الافريقي كان بيتلعب في ارض محايده. فانا جاي اقول لك ان كاس السوبر الافريقي موسم 2023 هيتلعب يوم 11 اغسطس بين النادي الاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا ونادي اتحاد العاصمه الجزائري بطل الكونفدراليه الافريقيه. ولحد دلوقتي المباراه هتقام في مصر وعلى استاد القاهره الدولي. هتيجي تقول لي ليه يعني هو اشمعنى الكاف الموسم ده عايز يطبق اللوائح؟ هقول لك لا الكاف مش عايز يطبق اللوائح ولا حاجه، بس الموضوع وما فيه ان لحد دلوقتي ما فيش ولا دوله اتقدمت بطلب استضافه لمباراه السوبر، بس احتمال خلال الايام اللي جايه نسمع ان المباراه هتكون في السعوديه او قطر او احتمال كمان المغرب وفي قلب كازابلانكا، بس عادي ما عندناش مشكله يعني في اي حته هنلعب وباذن الله هناخد البطوله. تعالى بقى نخش على الموضوع اللي بعد كده وهو كاس العالم للانديه 2023. كاس العالم للانديه موسم 2023 هيقام في الفتره من 12 الى 22 ديسمبر 2023. السعوديه قدمت طلب لاستضافه وتنظيم البطوله والاتحاد الدولي وافق على اقامه البطوله في المملكه العربيه السعوديه. طبعا اللي بيشارك في البطوله دي هم ابطال الاتحادات القاريه السته زائد بطل الدوري في البلد
المستضيفه. فاللي هيشارك في بطوله كاس العالم للانديه موسم 2023 النادي الاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا، مانشستر سيتي الانجليزي بطل دوري ابطال اوروبا، اوراوا ريدز الياباني بطل دوري ابطال اسيا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، واوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل اوكيانوسيا، وطبعا نادي الاتحاد السعودي وهو بطل الدوري السعودي الموسم ده، ولسه في انتظار بطل كوبا ليبرتادوريس المتأهل من دوري ابطال امريكا الجنوبيه. دي كانت كل المعلومات اللي معانا عن كاس العالم للانديه موسم 2023. اخر حاجه هكلمك فيها في حلقه النهارده هي حاجه حصلت في مباراه الزمالك وغزل المحله اللي فاز فيها الزمالك بهدفين مقابل لا شيء. خرجت كل موسم ولعبت كل موسم من نادي الزمالك. قبل مباراه الزمالك وغزل المحله تم التفاوض بين نادي الزمالك واحمد ميهوب حارس مرمى غزل المحله، والزمالك شبه خلص مع احمد ميهوب. طبعا انا مش هقدر اقول لك احمد ميهوب مفوت الماتش ولا لا، ما نقدرش طبعا نتكلم في ذمه اللاعب، بس احنا ممكن نسال السؤال بصيغه مختلفه تماما. هو ليه الزمالك اتفاوض مع احمد ميهوب حارس مرمى غزل المحله قبل مباراه الزمالك وغزل المحله؟ طب ما انت كنت ممكن تتفاوض مع اللاعب بعد الماتش او قبل الماتش بشهرين مثلا، مفيش مشكله. فاللي عايز اقوله ان اكيد اللاعب اتاثر نفسيا بسبب المفاوضات دي. قبل مباراه الزمالك الحارس احمد ميهوب كان متالق مع غزل المحله في كل الماتشات اللي لعبها، وفي مباراه الزمالك غزل المحله اتهزم بهدفين مقابل لا شيء. فيا ريت تبطلوا شغل العيال الصغيره اللي انتوا بتعملوه كل موسم ده، اكبروا بقى يا جدعان شويه. مش كده، انتوا المفروض ان انتوا احد اقطاب الكره المصريه ومش كده. المهم عزيزي الاهلاوي، مباراه النادي الاهلي اللي جايه هتكون في الدوري المصري الممتاز ضد نادي فيوتشر يوم الاحد 2 يوليو الساعه 8:30 مساء. وبكده عزيزي الاهلاوي بكون خلصت حلقتنا من نسر الاهلي. لو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في حلقه جديده من نسر الاهلي مع ابانوب مفيد.